الفيديو ده مش لأصحاب القلوب الضعيفة ولا الحوامل. هذه القصة مبنية على أحداث خيالية وأساطير بيتداولها أهل القرى، تم إعادة صياغتها لأغراض درامية. عارف إيه أرعب من إنك تدفن حد غالي عليك؟ إنك ترجع البيت وتلاقيه قاعد على السفرة مستنيك وبياكل في لحمة وهو بيضحك لك. السر اللي هحكيه النهاردة هو السبب في إن عائلات كاملة في الريف بتهد بيوتها وتمشي بعد أول جنازة. الحكاية بدأت لما عاصم فقد أخوه التوأم قاسم في حادثة غريبة. قاسم اتدفن، بس في الليلة الثالثة ليلة الوفاة الكبيرة عاصم سمع صوت خربشة على باب البيت. فتح الباب ولقى أخوه قاسم واقف، هدومه غرقان الطين وريحته كفور وتراب، بس ملامحه كانت جامدة زي التماثيل. عاصم من صدمته وفرحته دخله البيت. قاسم ما كانش بيتكلم، كان بس بيبتسم ابتسامة عريضة جدا واصلة لودانه. دخل المطبخ وبدأ ياكل، بس ما كانش بياكل الأكل اللي في التلاجة، كان بياكل السكاكين والمعالق وبيجرقطها كأنها بسكويت. الأرعب من كده إن عاصم لاحظ إن الضلمة اللي في البيت بدأت تتجمع حوالين قاسم وتكون له جسم تاني أضخم بكتير. وفي نص الليل عاصم صحي، لقى قاسم واقف فوق راسه وماسك مبرد حديد وبيحاول يبرد سنانه عشان تبقى مدببة وهو بيهمس. القبر كان ضيق قوي يا عاصم، وما كانش فيه لحم طازة زيك. عاصم اكتشف إن اللي رجع ده مش أخوه، ده رصد المقبرة اللي تقمص شكل قاسم عشان يدخل البيت. وفجأة الحيطان بدأت تفرز دم أسود، وصوت صراخ قاسم الحقيقي بدأ يطلع من تحت بلاط الصالة. يا عاصم ما تصدقوش، أنا لسه تحت، اللي معاك ده بياكل روحي. عاصم جاب فأس وحاول يضرب الكائن ده، بس الفأس غرزت في جسمه وكأنه عجينة أو طين، وبدأ الكائن يضحك بصوت عالي جدا، والبيت كله بدأ ينهار ويتحول لمقبرة كبيرة. أنا دلوقتي بكلمكم وأنا مستخبي في المنور، وقاسم أو اللي شبه قاسم واقف بره الباب وبيخبط بهدوء ويقول لي بصوت أمي: افتح يا حبيبي، الأكل برد وإحنا مستنيين التحلية بتاعتك. المشكلة إني بصيت من العين السحرية، لقيت اللي واقف بره مش قاسم، لقيت جثة متحللة تماما ولا دوم أمي. تفتكروا لو فضلت محبوس هنا للصبح هنجو، ولا الأرض هتبلعني زي ما بلعت قاسم؟ عارف إيه اللي أصعب من إنك تكتشف إن أخوك الميت رجع بياكل في لحمه؟ إنك تكتشف إن أمك هي اللي فتحت له القبر بإيدها، وإن الدور الجاي مش على الغريب، الدور الجاي على اللي من دمهم. أنا لسه محبوس في المنور، وصوت قاسم بره بيتحول لصوت أمي، وبعدين لصوت جدي اللي مات من 20 سنة. فجأة السكوت ساد، وفجأة سمعت صوت مفتاح بيدور في الباب. الباب اتفتح ولقيت أمي واقفة وماسكة في إيدها مبخرة بيطلع منها دخان ريحته زي ريحة الحريق. بصيت لعين أمي، لقيتها ممسوحة، مفيش فيها نني بس بياض كامل. قالت لي بهدوء مرعب: اطلع يا عاصم، أخوك محتاج وصلة عشان يثبت في الدنيا، وانت توأمه، انت الوحيد اللي دمك هيرم عظمة. هربت منها وطلعت للصالة، ولقيت الكائن اللي شبه قاسم قاعد في نص الصالة، وجسمه بدأ يتضخم ويطلع منه خيوط سودة بتوصله بالحيطان. البيت كله بقى كأنه كائن حي بيتنفس. قاسم بصلي وفتح بقه، وشفت جوه بقه وشوش ناس كتير بتصرخ، وشوش أهل القرية اللي اختفوا السنين اللي فاتت. أمي قالت لي إنه العيلة دي عندها عهد مع رصد المقبرة من مئات السنين، إنه كل جيل لازم يضحي بواحد عشان الباقي يعيش في عز، وقاسم كان الضحية. بس هو مرضيش يموت لوحده، هو رجع عشان ياخدني معاه جوه. فجأة الأرض بدأت تتحول لطين سايل وبدأت أغرق. قاسم مد إيده الطويلة ولمس وشي،
وحسيت ببرودة الموت بتسري في جسمي. ملامحي بدأت تدوب وصوتي بدأ يتسحب مني، وفي اللحظة اللي كنت هغرق فيها تماماً شفت قاسم الحقيقي طالع من ورا الستارة، بس كان عبارة عن خيال ضوء ضعيف جداً، وهمس في ودني: احرق الكتاب اللي تحت السجادة. ده اللي مربطنا بآخر قوة عندي. وصلت للكتاب الملعون وولعت فيه بولعتي. صرخة الرصد هزت جدران البيت والبيت كله انهار فوقينا. صحيت الصبح لقيت نفسي وسط الأنقاض والناس ملمومة حوليا، بس الصدمة ما كانتش هنا. الصدمة إني لما بصيت في إيدي لقيت وشم أسود بدأ يظهر على معصمي وشكل قاسم وهو بيضحك، وأمي اختفت تماما، والناس بيقولوا إن أمي ميتة من يوم ولادتي. أنا مين دلوقتي؟ وعاصم اللي كان بيحكي راح فين؟ وليه كل ما جوع بحس إني عايز أرقد حديد؟